السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي يكونوا بخير. برج الحوت حبايب قلبي، صفوا الناجدة، اتفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب، وكمان استغفروا. طبعا حبايبي اللي أول مرة بيزوروا قناة أم أحمد، ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو. حبايبي بقى اولادي واخواتي موجودين في القناة، حطوا اللايك وشيروا الفيديو وننزل نكتب كومنتات، نصلي على الحبيب وكمان نستغفر. طبعا حبايبي لازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله، محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله. ليه دايما التوتر والخوف ده بيديك نتيجة عكسية؟ محاول ان انت ما توترش نفسك بأي حاجة. انت طريقك ماشي وانت مكمل، رغم ان انت مريت بصعوبات كتير كبيرة عليك، صعوبات محن كانت كتيرة، لكن انت مكمل وهتوصل للآخر وهتنجح، هتنجح بإذن ربنا رغم الدموع اللي نازلة. انت شخصية حساسة جدا، شخصية بيصعب عليك الناس اللي حواليك، بيبقى نفسك ان انت تساعد الكل وتفرح الكل وبتدعم الكل. عشان كده مفيش كره في قلبك لحد، ولا ان انت تكره حد او تتمنى الشر لحد، زي ما هم بيتمنوا لك الشر وبيكرهوا لك ودايما عايزينك تكون تحت وما توصلش. لكن عشان قلبك ابيض واللي في قلبك على لسانك، ربنا هينجيك من كل التهم. والفترة الجاية انت هتكون فرحان وربنا هيكبر بخاطرك، هينجبر خاطرك ان شاء الله. الفترة الجاية هتفرح من جوه قلبك وهتقول خلاص، انت بدأت تفرح من جوه قلبك. بس عندك تعبانين دول اللي خارجين من حياتك بعد ما تعبوك، بعد ما أثروا عليك فيك في حياتك وتعبت وعانيت، خارجين من حياة بلا رجعة. عندك بقى برج الثور ده في حياتك وبيراقبك من كل الطرق، فلازم تخلي بالك. انت الفترة دي بتحاول تهدي نفسك وتاخد فترة راحة، بتحاول تنظم حساباتك، تنظم امورك، لان انت حاسس ان انت مغدور. في عندك استلام ورقة الفترة الجاية بإذن الله، في عندك حين حسداك رشقة جوه حياتك ومش سايباك. لا إله إلا الله. انت الفترة دي بتمر بإرهاق وتعب، حاسس ان انت حياتك متكتفة. في عندك رسالة جايلك الفترة الجاية ده بإذن الله، فخلي بالك ولازم تستغل أمورك الفترة الجاية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندك في تقدم، متضايق ليه؟ انت دايما حريص جدا ان انت ما تحبش حد يزعل منك. عندك رجوع مع برج الحوت والعذراء والجدي الفترة الجاية، هجيلك بشرة بالخير. بيقولوا عليك ان انت عصبي متسرع، انت عصبي بسبب اللي انت شايفه في حياتك، حاسس ببعض اللخبطة جواك، حاجات كتيرة مش عارف تفسرها. في علاقة انت فيها مستقر قلقان، حاسس ان مفيش حاجة مترتبة. انت الفترة دي بتحط النقط على الحروف، بس بالك مشغول خايف، حالة رعب، خايف من الحياة. انت متعود ان مفيش حاجة بتكمل، المرة دي انت خايف ان الموضوع ما يكملش، رغم ان انت عندك تفاؤل وعندك فيه رزق. انت حاول تهدي نفسك وتهدي اعصابك عشان خاطر اللي انت مستحمله محدش يقدر يستحمله في حياته. فانت هيكون عندك جزء من ظلمك، هيكون عندك فيه تغيير جذري في حياتك، وعندك رسالة من ربنا بإذن الله، إن شاء الله هتكون فيها رسالة الهنا وهتكون من نصيبك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. انت بالك مشغول الفترة دي مش مرتاح بسبب النق عليك والقال والكيل اللي موجود في حياتك.
حاسس ان انت لوحدك بتفكر في الحياة، عندك ملل من اوضاع فيها توتر، دايما حاسس بالملل، نفسك تخرج من الروتين اللي انت فيه، بس مش عارف تخرج منه ازاي وتبدأ ايه وهتعمل ايه. حاسس ان انت مفيش حاجة في حياتك بتكمل، العين جوه حياتك ومش سايباك خالص. عندك فيه مقابلة مع حد الفترة الجاية، ودي هتكون مقابلة خير ليك، وهيكون عندك فيه امور حلوة. مش كده وبس، انت انت عايز تسافر، عايز تمشي من الواقع بسبب الغدر اللي انت شفته، اللي هو من دمك ولحمك، ان من دمك ولحمك مركز عليك ومش سايبك في حالك، وما الغريب يعمل فيك ايه. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك تحسنات في جميع الاوضاع الفترة الجاية، عندك في خطوة سريعة هتخطيها الفترة الجاية، وده بإذن الله. عندك بشرى سارة، وهتفرح قلبك من تاني، وهتبدأ تعيد حساباتك، وهتبدأ تنظم أمورك. بس انت مالك متضايق ليه؟ عندك في مناسبات كتيرة حلوة، وعندك في انفراجة، كمان عندك أحداث. انت عارف ناقصك ايه؟ ناقصك ان حد يخش حياتك يحسسك بالأمان، يحسسك بالفرحة. انت عندك أسئلة كتيرة، بتقول يا رب أنا ليه بيحصل لي كده؟ أنا بعمل كل الخير، بس هي دي مشكلتك. انت مشكلتك ان انت بتتحمل حاجات محدش يقدر يستحملها، وبتقف جنب كل الناس، ما بتضغطش على حد. بالعكس بتيجي على نفسك وبتستحمل الكلام يتعبك، بتستحمل حاجات محدش يستحملها. عشان كده حاول تخلي بالك من الناس بتحاول تستغلك. انت من جوه قلبك مش حاسس، انت ما بتعرفش تفرق بين اللئيم من الخبيث، ولا الحلو ولا الوحش. وكان عندك ثقة في ناس خربوا بيتك وحياتك، بس ربنا هيعوضك على كل ده. في عندك تليفون هيجيلك حلو، هيكون فيها طاقة إيجابية، بس خلي بالك من التغيير الإيجابي اللي داخل في حياتك. انت هتاخد حقك بإيدك في حاجة معينة، ودي مش هتتاك الفترة ديت. حياتك هيكون فيها تغيير جذري، الوجع القلب اللي انت شفته ده هينتهي، وهتخش في طاقة حلوة. هيجيلك الشخص الندمان وهيقولك أنا آسف. القرار ده هيكون بتاعك انت اللي هتقرر تكمل ولا هتبعد. الهدف قدامك، هيكون في تواصل مع شخص هيديك الأمان والثقة من جديد. اللي فات ده كله هتنساه، وهتعيد ثقتك بنفسك وبحالك، وهتتفتح لك أبواب كتيرة حلوة، وهتكون كل حاجة واضحة قدامك، وهتاخد قرار يخص حياتك الفترة الجاية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله ما شاء الله. المفصلين عندكم طاقة إيجابية، رجوع رجوع. يا ترى مين اللي شاغل بالكم مركز على حياتكم قوي كده؟ مالكم؟ انت متضايق من ايه؟ حاسس بايه؟ انت صحتك تعبانة، محسود، مزنوق، حاجات مضايقاك وحاجات كتيرة مش عارف تتخلص منها، امورك متلخبطك اول بقى كده، تفكير بالطاقة طاقة سلبية، بتفكر في الشغل، بتفكر في نقلة، بتفكر في الخبر الحلو، بتفكر في الحاجة المحيراك، حاجات تخص الأمور المادية، مصاريف عندك زيادة الفترة دي. لا إله إلا الله. في حاجات مش واضحة عندك شخص مديله الأمان، هز ثقتك. ما تقلقش، عندك فيه رضا الفترة الجاية. حاول تصبر، في حد بيحبك قوي وبيكلمك الفترة الجاية، في دعم حلو إن شاء الله. كمان انت عندك انطلاقة. لا إله إلا الله. بلاش تدوا لحد مساحة، ما تدوش حد أكبر من حجمه عشان ما تخسروش. عندكوا فيه هدوء وراحة. انت مستني الأيام دي تخلص لأنها تقيلة بسبب الغدر والخيانة اللي انت عشت فيه الفترة اللي فاتت. عايز حاجات كتيرة ومش عارف توصلها ازاي، بسبب ان انت خاب ظنك.
في ناس كتيرة جدا الفترة ديت. في عندك خطوة حلوة، حاول ان انت تستغلها. وهتستغلها ازاي وانت عينيك مقفولة؟ في حاجات انت مش عارف تستمر فيها ولا بتبدأ فيها ازاي. عشان كده عندك راحة بال الفترة ديت. انت مريت بأزمة الفترة اللي فاتت وكنت مخنوق متضايق. حان وقت ان انت تفرح وتبص لنفسك. بص في الطاقة الإيجابية، الناس اللي عاشت وكملت. محدش بيعلى مرة واحدة. انت ناوي تطلع السلم وهتطلعه، وهتطلعه بالخير بإذن الله. لا إله إلا الله. هتطلع ازاي وانت متضايق؟ انت متضايق، انت كارع الوضع اللي انت فيه وبطريقة كبيرة بسبب الخلافات اللي حصلت بينك وبين الحد، بين انت بتحبه وظلموك كسروا نسك وعملوا لك حالة ركود لدرجة ان انت اتسحبت حد من حياتك وما بقتش عندك حد نفس ان انت تصاحب ولا تتكلم. انت كنت طيب معاهم، انت معروف عنك الحنية، معروف عنك الطيبة، معروف عنك ان انت بتحب الامور، بتحب الحياة البسيطة. عندك ناس غامضة في حياتك. في شخص غامض في حياتك تعبك نفسيا. خلال كام يوم هيكون في خبر حلو هيعوضك على اللي انت شفته. بس خلي بالك من قرابين حواليك اللي مش كويسين وبيحسدوك في ابسط الامور اللي انت فيها. ما يعرفوش انت تعبان قد ايه وتعبان ازاي في حياتك. وضعك الفترة دي متلخبط من سبب الكلام اللي بيتقال عليك، بسبب ان في ناس مركزة جوه حياتك ومش سايباك في حالك. وعشان كده انت قلقان، حاسس ان انت متضايق، حزين. الورق اللي شمبالك ده مشغول بيه هيتحقق الفترة الجاية. في حد واقف ضدك، خلي بالك منه. عشان انت هتكتشف وهتطلعه من حياتك وهترميه برا حياتك وهتعمل حدود من جديد بينك وبينه. وكل اللي أذاك وكل عداك انت قلبك مطمن عشان عارف ان ربنا هيكبر بخاطرك، وعارف ربنا بياخد منك حاجة وبيكرمك بحاجة تانية احسن وبيديك الخير والرزق. معروف عنك ان انت من كتر طيبة قلبك بتبقى عندك مشاكل كتيرة. لا اله الا الله. عندك في فرحة حلوة، في عندك صداقة بينك وبين شخص، هتخش في علاقة حب. عندك في انطلاقة جديدة، فترة خير، فترة أمور حلوة. بس لازم تخلي بالك من الناس اللي مركزة في حياتك، ودول لابسين وش الملايكة، عاملين كده أحباب وهم بيحبوك. بس هم لو طالوا ياكلوك هياكلوك، مش هيقعدوا. فلازم تخلي بالك، تاخد بالك وتنتبه كويس جدا على كل اللي ضرك وأذاك وكل اللي ظلمك. الغدر والخيانة ده موجود في كل إنسان، بس في غدر وخيانة بيكون زيادة عن اللزوم. لازم تهدي من نفسك ومن أعصابك. عندك طاقة حرف الألف والسين والواو والميم. الحروف دي تعباك وأذياك ومسايباك في حالك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. دول بيتكلموا عليك وبيسدوا نفسك. حاول تعبر عن حبك. لو بتحب حد عبر عن حبك، ما تكتمش عشان ما تجيش الندم. انت معروف عنك ان انت اللي بتحس بيه بيكون صح. بس حياتك العاطفية اللي انت شفته ما بقيتش تتكلم ولا بقيت تعبر، بدأت تسكت. رغم ان سكوتك ده وجعك، السكوت ده تعبك. بتقول انا اسكت بدل ما اعيش في حقيبة الامل وفي مشاكل. انت دلوقتي بتفكر في السكوت، ولا ان انت تصدم بخبر او قلبك يوجعك او اي حاجة تانية. انت عندك الايام الجاية فترة راحة، فترة تغيير. بس حاول تهدي اعصابك وتهدي نفسك. لما تهدي اعصابك ونفسك هتخش فترة راحة،
فترة تغيير جذري في حياتك، فلازم تخلي بالك. لا اله الا انت رسول الله. انتوا من اكتر الناس اللي عندكم الحسد والسحر، ودمرك نفسيا وخليك فيه فراق بينك وبين شريك حياتك، وعطل فرحتك. بيجيلك شعور بالخنقة والاكتئاب والحزن بسبب السحر، ألم في أسفل الظهر، تساقط في الشعر، بتعاني من حاجات كتيرة في جسمك. ودايما بتحمد ربنا، دايما بتحمد ربنا. انت معمل لك سحر بوقف الحال، عراقيل، عندك ألم، خوف، توتر، حيرة. ناوي على شراء حاجات كتيرة الفترة الجاية وانت هتشتريها. حواليك تعابين موجودة وخيانة، ودول مش سايبينك. بس ما تقلقش، لان انت معاك ربنا. ربنا مش هيسيبك ابدا، مش هيسيبك في التوتر. الفترة دي انت بتحس بكسل، حزن الكسل، ما بقاش ليك نفس بسبب الضغط النفسي اللي بيظهر على جسمك، والصداع والألم اللي مش طبيعي، والنوم عندك مش مظبوط من كتر التفكير. وما بتنام بتحلم، والحاجة دي مأثرة عليك وعلى حياتك، على حاجات كتيرة في حياتك، لدرجة ان انت بقيت عصبي جدا، ما بقيتش مستحمل اي جدمة ولا اي حاجة. انت زعلان على نفسك، زعلان على اللي انت اديته. انت كل ما تقول خلاص اختار شريك حياة، بيطلعوا مسيفين خاينين، ما بتلاقيش ابدا تعويض عن حياتك. بس ما تقلقش، ربنا هيعوضك وهينجيك عن كل اللي انت شفته. انت حان وقت ان انت تودع احزانك وتشوف امورك هتتفتح قدامك، وده باذن ربنا. انت معروف عنك ان انت مؤمن بحياتك، بس انت مشكلتك ان انت بالك مشغول، وبتحسس بالتوتر وحيرة، حاسس ان الايام دي تقيلة قوي ومش عايزة تعدي. الخير جايلك الفترة الجاية دي، لازم تكون عندك ثبات اكتر، لان رزقك هيزيد، وهتحس باوقات فيها خير ورزق. بس انت حاسس ان انت حد بيكتفك وبيراقبك ويتابعك. ما تخافش، ده بسبب التوتر والحيرة اللي انت بتمر بيها. لازم تغير عاداتك وتفكيرك وتغير حاجات في حياتك عشان تخش في فترة الراحة والسعادة اللي انت مستنيها. كمان السحر ده هو اللي ملخبط حياتك، هو اللي موقف حالك، هو اللي مخليك تحسب حاجات غريبة. الأيام الجاية هيكون فيها عندك تعويض من عند ربنا. انت خسرت حاجات كتيرة جدا، والفترة الجاية هيكون في عندك تعويض حلو. في حد ظلمك وده فترة كبيرة، وهيبدأ يعيش حياته، وهيحاول يرجع لك حقك أو يرجع لك، وده بفضل ربنا. في محاولة عندك عملتها وفشلت في حياتك. لا إله إلا الله. انت محتاج الفترة دي حاجة تدعمك، تغير من مودك وتغير من نفسيتك، حاجة تديك انطلاقة. وفعلا هيكون عندك في انطلاقة جديدة، وحاجة هتدعمك وهتغير من حياتك. انت الفترة الجاية دي فترة وجودك ان انت تثبت نفسك، دي فترتك انت هتثبت فيها نفسك، هيكون فيها الخير. انت ما بتشتكيش غير ربنا بس، لان انت بتقول الشكوى لغير الله مذلة. دايما ماشي على المبدأ ده. انت من اطيب الناس، بس حظك قليل، مش لاقي راحتك. لا اله الا الله محمد رسول الله. بتسامح وبتدي، وما بتأذيش وما بتتكلمش على حد، بس دايما حظك قليل. ودايما كل ما تقول هانت بتلاقيها أسوأ ما كانت، عشان ما فيش انجذاب. انت بتعاني من بعد التوتر والحيرة، من بعد المشاكل. كل ده هياخد فترة معينة، وهتخرج من اللي انت فيه، وهتطلع منصور، وهيكون عندكم فيه تغيير جذري. ربنا بيحبك، وهده علامة، وهيكشف لك نوايا الناس اللي قدامك، وهيكون قدام عينك، هتشوف وشهم الحقيقي، هتشوف وشهم الناس اللي أذوك واللي ظلموكوا. كل اللي ظلمك وجه عليك، ربنا اللي هيجيب حقك، وهيكون عندكم في بشرى سارة فضل ربنا الفترة الجاية. ما تيأسوش، لو انتوا رجعتوا خطر ورا
ما ترجعش ان انت هيرجع لورا وهترجع لقدام، هيكون عندك قوة الامام. فانت هتكون كده الفترة الجاية. ما تنساش ان انت بتجهز نفسك للخطوة الايجابية والفرحة، وفي خطوة جديدة، وده بيدل هيكون عندك انطلاقات وتغيرات جذرية عندك. الحاجة اللي انت نفسك فيها خلي عندك ثقة في الله وحده ان ربنا يحقق لك. ربنا يفرح قلبكم يا رب. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.